يا ترى ليه البنات الأيام دي بتبلغ بدري عن السن الطبيعي؟ السؤال يستحق النقاش، بالذات إن ظهرت مؤخرا آخر 3 4 سنين كده عدد كبير قوي من البنات ما يبانش عليها سنها، مكتملة الصفات الأنثوية كشكلا وكجسم، ولما تيجي تتكلم حتى مش بتتكلم كطفلة أو يعني عايزة تلعب، عايزة تروح مع بابا، عايزة تروح النادي، لا بتتكلم كأنها ست كبيرة وعاقلة ومدركة كل حاجة حواليها ودماغها مفتحة، وكمان الشكل تنخدع فيه. يعني الصفات الأنثوية تحسسك إن أنت بتتكلم يعني آنسة عندها 4 و25 سنة، تكتشف إن هي طفلة عندها 15 سنة أو 12 سنة كمان أحيانا، ويرجع لعدة عوامل هنسردها في الفيديو بتاع النهاردة وهنتكلم على الحلول. أول حاجة هنتكلم عليها هو العامل الهرموني. هرمون الاستروجين زي السحر في جسم اي بنت. الاستروجين لما بيزيد عن الحد الطبيعي في سن مبكر ده بيحفز جسم الطفله ان هو يكبر في الحجم وان هو يخزن دهون بشكل معين، وان تبدا تظهر عليه صفات انثويه بنسميها secondary sexual characteristics او الصفات الانثويه الثانويه او الصفات الجنسيه الثانويه. طبعا بيختلف على حسب الطفل هيبقى راجل ولا انثى. فنلاقي عند البنت الاستروجين بيحفز نمو الفات سيلز او الخلايا الدهنيه، بيشكل توزيع الدهون دي في الجسم، بيساعد جدا في انقسامها وكمان تخزينها في اماكن معينه تظهر الصفات الانثويه دي زي بريست اللي هو الثدي، وبتبدا تنمو غدد اللبنيه طبعا، بالاضافه لتخزين الدهون في الجزء السفلي من الجسم خاصه عند الحوض والمؤخره، وتبدا الدهون تشكل الجسم الانثوي اللي كلنا طبعا عارفينه بمختلف انواعه بقى، شكل التفاحه، الكمثرى، الساعه الرمليه، يعني انت وحظك بقى وانت وهرموناتك. فدي اول حاجه العامل الهرموني. طب ايه العوامل اللي بتخلي هرمون الاستروجين يزيد قوي وبيزق ويقرب سن البلوغ عند البنات؟ هسيب لكم كده 3 ثواني تفكروا. مظبوط، هو الاكل. الاكل اللي بقى مليان صوصات، اللي بقى مليان سكريات، اللي بقى مليان بالدهون ومتشبع بشكل مش طبيعي من السعرات. فالسعرات دي بتتحول لطاقه الجسم بيخزنها على هيئه دهون، والفات سيلز كل ما عددها بيزيد بيتخلي الجسم يفرز استروجين اكتر واكتر. ده بيفسر ليه بعض الاطفال او بعض الرجاله اللي بيبقى وزنهم زايد قوي وجسمهم مخزن دهون كتير بيبدا يبان عليهم صفات انثويه، زي اشهر حاجه منتشره بين الاطفال والشباب اللي وزنهم زايد وهو الجاينيكوماستيا او التثدي. تلاقي ولد او شاب او حتى طفل وعنده تثدي، صدره ساقط لتحت، الحلمات كبيره وواسعه وشكلها مش ذكوري خالص. احنا طول ما احنا بناكل اكل مهرمن وسكريات كتير او رايحين جايين بقى على البسكوت وعلى النوتيلا وعلى البلاطه وعلى الحاجات دي، انت كده بتاذي نفسك وبتاذي المجتمع كله، لان انت غالبا في المستقبل هتكوني ام وهتربي ابنك وبنتك بنفس الطريقه اللي انت اتربيتي بيها، وهتعوديهم على نفس العادات اللي انت اتعودتي عليها. كمان حاجه بتاثر على موضوع الاستروجين ده وهو استخدام الكورتيزون. في بعض البنات لما بيتاخر بقى البلوغ بتاعهم، اوريدي بلغت وبرت بقت بتيجي في مواعيدها وكله تمام، بس وزنها قليل شويه، هي كبنت يعني مستوى الحرق بتاعها او الميتابوليزم عندها عالي، هتبدا تلجا للكورتيزون. وده للاسف بعض الدكاتره يعني بيوصفوه، معرفش ازاي ايه الضمير اللي بيسمح ان طفله او بنت مثلا تديها دواء عشان وزنها يزيد. الكورتيزون ده بيستخدم في حالات معينه بعد العمليات، عايزين نقلل رد الفعل المناعي، عايزين نعمل زراعه كلى، عايزين نعمل حاجه كبيره تستاهل ان احنا ندي لها كورتيزون. لكن ان احنا ندي كورتيزون لطفله عشان جسمها يخزن دهون عشان تملى كده بقى وتتخن وتربرب والجو ده، يعني دي بصراحه كارثه. ولو اللي بيتفرج عليها دلوقتي بنت تعمل كده، وقفي استخدام الكورتيزون تماما، يعني الا لو عندك حاله صحيه تستدعي او بعد حادثه او حاجه زي كده. لكن تاخديه بس لمجرد ان عايزه وزنك يزيد وعايزه شكلك يبقى حلو، صدقيني هتكرهي نفسك، لان الكورتيزون يعني مش هيديكي الشكل الانثوي اللي انت نفسك فيه. هو هيخزن دهون في الوش، في الدراعات، في الظهر، في الصدر، في الرجلين، في كل حته، لكن مش هيقسم الجسم او هيرسمه بالشكل اللي انت نفسك فيه. الحاجه اللي بعد كده وهو الميك اب، في كم من الفلافينويدز، كم من الفايتو استروجينز، كم من الكيماويات اللي بتاثر بالفعل على هرموناتك. ما ينفعش لو انت حاطه ميك اب تنامي بيه. البنات من سن صغير دلوقتي بقت بتحب الميك اب جدا ومتعلقين جدا بالمودلز وبالمشاهير بقى، وياسمين صبري والكارداشيانز والكلام الجميل ده كله. ومع ظهور العري والمحتوى بتاع الرقصات، بقى في اكونتس دلوقتي للرقصات بتعدي الملايين الفولورز، وبنات كتير بتحب انها تتفرج على الحاجات دي وبتشيرها، والناس بتنزلها ستوريز والناس بتكتب كومنتس. بيأثر في سيكولوجية البنت من سن صغير، من اول 15 16 سنة، ان هي عايزة تبقى كده. انا عايز اخد الاتنشن ده، انا عايز اتحب، انا عايز ناس تكتب لي كومنتس كتير، ايه القمر ده، ايه الحلاوه دي، ايه مش عارف ايه. انا عايزه اولاد كتير تموت نفسها عليا، انا عايزه لما امشي الشارع كله يلف وشه ويبص لي. تخيلوا كم السموم اللي بيدخل في دماغ البنت من سن صغير. وفكره بقى السناب شات وفكره الستوريز والستوريز الكلوز فريند، هي انا هبين فيها العادي ما بيبانش، ده اسمه عك.
رسالتي من الفيديو ده انكم تفهموا الاهتمام بالاكل، الدايت، التمرين والرياضه ده مش رفاهيه. قلل شويه من استخدام الاكل المصنع، السوبر ماركت، الشيبسي، الهوهوز، المولت والحاجات دي. الكلام ده عك يا جماعه. انت لو ربنا مش رازقك بجينات جباره وجسمك ده فرن بيحرق اي حاجه انت بتحطها له، بعد اذنك ما تدخلش البلاوي دي في جسمك. بطل عك واكل من بره، كل اكل حقيقي. يعني انا نفسي الناس، يعني مش كلامي مش لبنات بس، نفسي الناس كلها تاكل اكل حقيقي، ريال فود، تفاح، موز، لحمه، فواكه، فراخ، اسماك. اطبخ بسمنه بلدي، ما تطبخش بزيت، مش كل حاجه مقليه، مش كل حاجه مدهننه. اطبخه في الميكروويف، اطبخه في الاير فراير، في الفرن. كل اكل حقيقي اللي ربنا خلقه. حاول تبعد قدر المستطاع عن البرجر، بيتزا، السكريات، الحلويات. اقول لكم احرموا نفسكم، بس ناخد اللي هو ايه كل فين وفين كده يعني، لكن مش كل يوم اكل من بره، كل يوم حلويات. بنتيجه في الاخر اضطراب كبير قوي في الهرمونات. هتلاقي بنات بتبلغ بدري، رجاله عندها تثدي، مجتمع بايظ، مجتمع هرموناته بايظه. عايزين نحسن الاكل بتاعنا، خاصه البروتين، ونركز على الكاربس النظيفه زي الشوفان، البطاطا، الرز، المكرونه اللي في البيت. ابعد بقى عن النودلز، اندومي، البطاطس المحمره، الفرايد تشيكن، الكلام ده. ركز على الدهون المفيده زي زيت الزيتون، زي السمنه البلدي، زي الافوكادو السوداني وزبده الفول السوداني غيره. ركز كمان على الفيتامينات الاساسيه زي فيتامين بي 12، فيتامين د، فيتامين سي، زنك، مغنيسيوم، حاجات الاساسيه. مش بتكلم في لاكجري او رفاهيه دلوقتي. ما ناخدش كورتيزون على الفاضي. فعلا الناس مش عايزه تستحمل اي الم. يعني لا، انا مش عايز احس باي حاجه. ايه ده، زوري بيوجعني، 4 مسكنات. يعني نتعامل مع الادويه ببعض الحرص، ان هي اي حاجه بتخش الجسم ليها اعراض جانبيه. بلاش سهر، بلاش سهر، بلاش سهر. السهر من اكتر الحاجات اللي بتدمر الهرمونات عند اي كائن حي. انت لو جبت البومه اللي ربنا خلقها او الخفاش اللي ربنا خلقهم عشان يعيشوا بالليل، حطيتهم في نور الشمس، تلاقيهم بيتصرفوا تصرفات مش طبيعيه. ليه؟ لان ربنا خلقهم كده. انت كذلك، انت ربنا خلقك بتصحى بدري، بتنام بدري. ما تحاولش تعكس الفتره اللي ربنا خلقك عليها. انت ليك كتالوج. هتنام الصبح وتصحى بالليل، تفضل سهران طول الليل. انت يعني دي اجمل واحلى وسيله انك تدمر بيها جسمك، فورمتك وتطورك في الجيم، او بشكل عام صحتك وهرموناتك. تاخر التعافي او الريكفري من اي مشكله او كسر واي ازمه صحيه عندك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ويا ريت تشيروه مع الناس اللي شايفين ان ممكن يستفيدوا من المعلومات اللي اتقالت. التدريب والمتابعه الاونلاين معايا، تمرين وتغذيه وادويه. انا هسيب لكم الواتساب بتاعي في الديسكربشن. اللي عايزه تحسن من جسمها وعايزه تحسن من صحتها، تخش الوينتر ارك كده ودخلت الشتاء وهو ايه مهتم بنفسه وبصحته، ابعتوا لي وهنعمل احلى شغل مع بعض. بس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.